بعد فوز السيب بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محققا أول تتويج لناد عماني على الصعيد الآسيوي، عبرت الجماهير العمانية عن تفاعلها مع هذا التتويج، واعتبرته إنجازا للكرة العمانية التي لم يسجل لها حضور بهذا الحجم على مستوى القارة الصفراء. المزيد من التفاصيل في تقرير مراسلنا من مسقط حسن الهاشمي. لم يكن في سلطنة عمان حدث رياضي أهم من أول نهائي آسيوي على صعيد لعبة كرة القدم يكون طرفه ناديا عمانيا، حيث تسلطت كافة الأضواء والعيون وهي تراقب أول فريق عماني بنهائي كأس الاتحاد الآسيوي نادي السيب، وهو يلعب النهائي ضد كوالالمبور سيتي الماليزي. فكانت فرحة ما بعدها فرحة بعد إعلان حكم المباراة فوز السيب وتتويجه للمرة الأولى بطلا بكأس الاتحاد. هنا ينتهي الكلام، هنا ما حد يقدر يتكلم، خلاص قال لك ان السيب ما يدمع، عمر السيب ما يدمع. الجماهير العمانية بكافة أطيافها تسمرت أمام شاشات بي إن سبورتس، وكان التفاؤل حاضرا منذ البداية رغم أن الفريق السيباوي يلعب بعيدا عن أرضه وجماهيره. أقول أول شيء نبارك للأمة السيباوية، نبارك لعمان كافة، نبارك لصاحب السمو الآب الروحي للنادي. وبتواجده للمرة الأولى بنهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصبح السيب أول فريق عماني ينال شرف التتويج بكأس البطولة. وإذا كنا نتحدث عن إنجاز جديد للسيب بلقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للعام 2022، فأن السيب سبق له أن توج بكأس السلطان في عمان في 4 مناسبات، والفوز بلقب الدوري في مناسبتين، كما يحسب أيضا وصول السيب لنهائي دوري أبطال الخليج في العام 2015. حسن الهاشمي، بي إن سبورتس، مسقط.